السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي لتعليم الحلويات والطرق والوجبات. ان شاء الله النهارده هنعمل تورته تكفي 20 فرد. استخدمت صينيه مقاس 22، بس كان ارتفاع تورته هنا عالي، كان 6 طبقات. فكل ما نقلل في القطر ونعلي في الارتفاع هيكفي معانا عدد افراد كتير. ازاي خبزتها؟ جبت صينيه اللي هي العاليه اللي هي بتاعه التورت، كان مقاسها 22. المقدار كامل 600 جرام دي اسبونج و6 بيضات ونص كوباية مية ومعلقتين مية كمان غير نص كوباية وفانيليا. حطي بقى محسن ماشي، مش عايزة براحتك. اول حاجة عملت المقدار ده على مرتين. جبت 300 جرام دقيق اسبونج وعليهم 3 بيضات وعليهم ربع كوباية مية ومعلقة ونقطة فانيليا، وعملتهم بالعجان. وجبت الصينية المقاس 22، دهنتها بورق زبدة وصبيت الخليط على درجة حرارة 180. قعدت معايا حوالي 30 دقيقة. اختبرتها وتمام وزي الفل واستوت. طلعتها سبتها تبرد شوية، وفي نفس الصينية برضو عملت نفس المقدار التاني، 300 جرام دي اسبونج عليهم 6 بيضات، اسفة 3 بيضات وربع كوباية مية ومعلقة مية كمان وفانيليا، وضربتهم وحطيتهم تاني في الفرن. وبعدين لما طلعت سبتها تبرد، استنيت لتاني يوم وابتديت اقطعها، وجابت معايا 6 طبقات بالظبط. غير طبعا اللي هي الطبقه الصغيره اللي تبقى على الوش دي، اللي هي تبقى فيها زفاره البيض اللي بنقشرها عشان ما ينفعش نحطها في الكيك. طبعا قطعتها بالمنشار على رقم 8، طلعت معايا 6 طبقات. انا لو كنت عايزه اطلعها طبقات اكتر من كده ممكن اخلي المنشار على رقم 9، ممكن تطلعي لي 8 طبقات او اكتر كمان. بس انا كنت عايزه طبقه الكيك سميكه عشان تبقى مناسبه للكريمه اللي حطاها، لاني لسه هحط حشوات، هحط كريمه فراوله وهحط صوص فراوله. فبحب تكون طبقه الكيكه سميكه شويه مش رفيعه. وابتديت بقى احط طبقة كيك وعليها طبقة كريمة، وبعدين كريمة فراولة وصوص فراولة، وهكذا لغاية ما خلصت معايا ال6 طبقات. اما بقى بالنسبة لمقدار الكريمة اللي انا استخدمتها في التورتة كلها، انا خدت كوباية ونص كريم شانتيه المتحدة، عليهم 3 كوبايات مية ساقعة متلجة ونص كوباية سكر. عايزه تقللي السكر براحتك، ولو عايزه تخليه نفس المقدار بتاعي تمام مفيش مشكله. طبعا حطيت 2 معلقه باستري كريم كبيره و2 معلقه لبن نيدو كبيره برضه. هنا ابتديت بقى احط الدعامات. ليه الدعامات مهمه جدا في التورته العاليه يا جماعه، مهمه مهمه مهمه. اولا علشان لما تيجي تجلسيها ما تروحش وتيجي معاكي على البرد. ثانيا عشان لو هتنقليها في حته بعيده برضو ما تقعش، ما يحصلهاش اي حاجه. فالدعامات مهمه مهمه مهمه. بعد كده بقى ابتديت اعمل كرام كوت عشان الم بيها الفتافيت الصغننه اللي بتبقى على الكيكه. ما ينفعش احط طبقه الكريمه اللي هي التجليس النهائي او الفينش النهائي على طول، لا لازم تاخد طبقه تغليف بسيطه وبعدين احطها تتفرز او تحطها في التلاجة ساعه او في الفريزر علشان نبتدي نعمل عليها الطبقة النهائية. وهنا جلستها وعملت كريمة لونها موف، وعملت بيها طبقة صغيرة تحت والطبقة الكبيرة كريمة، وابتديت اجلسها. وفي الاخر خالص ده توبر انا قصيته، طبعته من على البنترست وقصيته. ده ورق كوشيه بطبعه عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات وبقصه. بفرغ الشكل يعني عشان يتحط على التورته كده يبقى شكله تحفه زي ما انتم شايفين كده. كنت عامله اشكال من عجينه السكر، كانت كور ونجوم، واللي هي الدوائر الكبيره اللي انا عاملاها على الستيك بتاع الكيك بوبس. ودي اهي الكور الصغنونه اللي انا كنت عاملاها، دي كور فل ومغلفاها بعجينه سكر وحاطه فيها خل عشان تثبت في الكيكه ما تروحش يمين او شمال او تتحرك. دي احسن طريقه بصراحه عشان اثبت الكور في الكيكه. لكن لو كنت حطاها كده مثلا لازقه على الكريمه ممكن تتحرك، لكن كده امتن. وكنت عامله كمان لون بينك ولون موف ولون اللي هو اللون التركواز ده. وكمان كنت عامله ستارز صغيره كده وكبيره حطيتها على الجناب وعلى الكريمه. وكنت عامله كمان دواير مقطعاها وغرزه فيها اللي هو الخله وعلشان اوقفها. كنت عامله كمان رقم 2. كل ده كنت عامله قبلها بيوم او كمان بيومين. عامله بعجينه السكر وحط عليه طبعا CMC عشان يمسك نفسه وما يقعش، ويكون جامد على التورته وما يسحش مني حتى لو كانت قعدت بره التلاجة شويه. لو وصلت لغايه هنا من الفيديو متنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله.
ابتديت بقى احط هنا النجوم. كنت عاملة لون بينك ولون بيربل، حطيتهم في الجناب كده. وكمان ابتديت اوزع الستيكس اللي بتاع الكيك بوبس من فوق اللي انا لازقاه في السيركلز دي. وبعد كده احط واحده بيربل واحده بينك لغايه ما اخلصهم. بس في الاخر الفينش النهائي بصراحه انا ما عجبنيش التوزيعه دي، وحطيتهم قدام بعض كده بالطول، من طويل للقصير للاقصر. يعني انا اول وزعتهم وبعدين ما عجبنيش شكلهم، وبعد كده بقى ابتديت احطهم بالشكل النهائي اللي هتشوفوه في اخر الفيديو. والحمد لله عجبت الكلاينت جدا جدا، وبعتلي رسالة وصور وفيديوهات للعيد ميلاد، وقالت لي ما شاء الله التورته كانت بجد جميلة طعما وشكلا، وكل اللي كلوا منها ما شاء الله شكروا فيها جدا. بالنسبة للحروف اللي انا كاتباها على البورد اللي هو هابي بيرثداي سيليا، دي انا كنت حطاها في مولد سيليكون. هبقى اوريكم ان شاء الله في فيديو تاني الادوات اللي بستخدمها والمولدات والقطاعات وكل حاجه. نيجي هنا بقى، كنت عامله كوب كيك عشان يبقى نفس شكل اليونيكورن. وده ما شاء الله الكوب كيك كان هش وطري، وكمان كنت حطاه في ورق بينك عشان يبقى ماشي مع الديزاين بتاع التورته. هبتدي بقى هنا ارص الكب كيك علشان اعمل الكريمه اللي هحطها على الكب كيك. مقدار الكريمه اللي انا حطيتها كانت نص كوبايه كريم شانتيه على كوبايه ميه ساقعه، وعليهم 3 معالق كبار من السكر، ومعلقه صغنونه من الباستري كريم، ومعلقه صغيره من اللبن النيدو. وجبت القمع اللي هو 2D وحطيته في كيس حلواني، وحطيت الكريمه. طبعا جبت لون موف اللي هو ماجيك موف جل. طبعا الكريمه بتحط عليها الوان جل، ما ينفعش نحط عليها الوان زيت او الوان بودره. اولا الوان البودره هتمرر معاكي، الوان الزيت هتخلي الكريمه مخرزه. الالوان الجل للكريمه، الالوان الزيت للشوكولاته. يعني لو هنعمل مثلا شوكولاته وعايزين نلونها نحطها على دوناتس، نحطها على اي حاجه لازم الوان زيت، لكن لو كريمه يبقى الوان جل. وهنا القمع اللي هو 2D، وينفع 1M على فكره، بس ال2D بحبه اكتر، يعني بستخدمه اكتر. وابتديت اعمل شكل ورده. وطبعا انا كنت جايبه توبر مقطعاه صغير على شكل اليونيكورن، وحاطه فيه خله السنان ولزقاها في الشمع على التوبر، وابتديت احطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهزين بقى كل الكب كيك بنفس النظام ونفس الشكل، وبرضه هحط فيهم التوبر. وما شاء الله بصراحة كان شكله رائع لما يتعمل مع التورته كب كيك او كيك بوكس او اي حاجة نفس الشكل. ما شاء الله يعني بينطقها. كان شكل التورته النهائي. يا رب يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.